شنو هذا النهائي المثير والممتع والمجنون بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال؟ منتخب السنغال يفوز 1-0 على المنتخب المغرب في نهائي كأس أفريقيا. حط لايك متابعة وتعال نسولف عن المباراة شوية. بنهاية المباراة الكاس احتار بينهم. أول شيء راح لمنتخب السنغال بالهدف اللي سجلوه وبعدين اللغة، وبعدها راح لمنتخب المغرب بضربة الجزاء اللي ضيعها إبراهيم دياز على طريقة البانينكا. أدريت زين الدين زيدان. حتى بعدها ندخل لأشواط إضافية ويتوج منتخب السنغال في بطولة كأس أفريقيا بالمغرب. وقبل لا نبدأ سوالفنا عن المباراة أحب أقول لك يا عزيزي، منتخب السنغال يستحق الفوز والتتويج بالبطولة. من بداية المباراة والمنتخب السنغال هو الأفضل من كل النواحي، ولكن الدقائق الأخيرة بالشوط الثاني دقائق توتر ودقائق قلق تحس نفسك تشاهد فيهم رعب. الله شاهد. منتخب السنغال يسجل هدف والحكم يلغيه بدون لا يرجع للفار ولا أي شيء، وكان ممكن الهدف ينحسب والمباراة تمشي عادي، ولكن الحكم صفر قبل لا يسجل الهدف وينلغي. وبعدها بكم دقيقة الحكم يحسب ضربة جزاء لإبراهيم دياز من بعد ما إبراهيم دياز ضغط على الحكم حتى يروح يشوف الفار، وفعلا راح شاف الفار واحتسب ركلة جزاء. هنا يجي دور الجماهير. شوف الجماهير سوت، حاولت تدخل الملعب ولكن الأمن منعهم، واحتجاجات من الكل. ومدرب السنغال قال لهم احنا ما نكمل المباراة، وفعلا سحب اللاعبين من الملعب، وظلت هاي الاحتجاجات تقريبا بالعشر دقائق لحد ما دخل اللاعب السنغالي ساديو ماني. يا اخي شو هالرجوله وش هالشجاعه وش هالشخصيه وش هالروح الرياضيه اللي عنده. راح جمع اللاعبين من غرفه الملابس وقال لهم بالعباره علينا ان نعود ونلعب كالرجال، يطبق مقوله لا تراجع ولا استسلام. وفعلا رجعوا للملعب. وإبراهيم دياز يشوت ضربة الجزاء، بانينكا شاف روحه زين الدين زيدان وضيع ضربة الجزاء حتى تبقى المباراة 0-0 وتروح للأشواط الإضافية. بالشوط الأول الإضافي لاعب السنغالي يشوت صاروخية ولا أروع، اللي هو أفضل لاعب بالبطولة، ويسجلها في مرمى ياسين بونو. ضيعت مجهود ياسين بونو. ياسين بونو هو أفضل حارس بالمباراة وأفضل حارس بالبطولة. ياسين بونو هو الوحيد اللي زعلان عليه ومقهور عليه راح ينام زعلان. هاي إذا نام. ياسين بونو منع 3 أهداف محققة خلال المباراة. بالدقيقة 5 كان ممكن لاعب السنغال يسجل هدف برأسية، ولكن ياسين بونو صداها. وبعدها انفراد صريح لمنتخب السنغال وأيضا ياسين بونو صداها. وبالشوط الرابع الإضافي ياسين بونو يتصدى لتسديدة صاروخية ولا أروع. ياسين بونو هو أفضل حارس بقارة أفريقيا، ولكن إبراهيم دياز أنت ضيعت كل اللي سويته بالبطولة. كان ممكن يشوت ضربة الجزاء أشرف حكيمي، وإذا مو جاهز أشرف حكيمي كان ممكن يشوتها يوسف النصيري أو العناوي اللي حاج بطار بالمباراة أو أي لاعب غيره، ولكن هي واضحة بطولة النجم ساديو ماني. ساديو ماني حصل على أفضل لاعب بالبطولة. ساديو ماني دخل ب25 التحام وهو عمره 33 سنة. طول المباراة وهو يقدم أداء خرافي ويقاتل بالملعب ويقدم أدوار دفاعية، وقدر يحافظ على النتيجة ويحافظ على فرحة جماهير السنغال. المنتخب المغربي كان أفضل بالشوط الثاني نوعا ما، ولكن بين عليهم التعب البدني بسبب مباراة نيجيريا اللي لعبوا بيها 120 دقيقة وإضافة إلى ركلات الترجيح، عكس منتخب السنغال اللي كان محافظ على مجهوده البدني طول فترة البطولة. منتخب السنغال بالشوط الأول كان صاحب الاستحواذ وصاحب الفرص وكل شيء، وبالشوط الثاني قدر يلعب على التحولات. وأرجع وأقول منتخب السنغال هو اللي كان يستحق التتويج بالبطولة، وأيضا يستحق يكون أفضل منتخب بقارة أفريقيا، وأيضا لاعبهم ساديو ماني يستحق يكون أفضل لاعب بقارة أفريقيا. وبالنهاية شكرا لدولة المغرب على تنظيمهم اللي أكثر من رائع، وعلى الفعاليات اللي سويتوها والملاعب اللي صارت بيها المباريات. كنت أتمنى البطولة تكون عربية والكاس يبقى مغربي، ولكن السنغال كان لها رأي ثاني. هارد لك جماهير المغرب، وإن شاء الله تعوضونها في بطولات قادمة.